أول أيها الأحباب وقت، وقد ذكرته، من أعظم أوقات العمر وهو يمر على العبد كل ليلة، هو وقت النزول الإلهي، وقت تجلي الجليل جل وعلا، عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة. أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة لا يعقبها لذة. ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض، في السكر، في ضغط، في أمراض، لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها، نور كساه الله من نوره يوم أن خلوا بربهم. ولذلك جوف الليل المحروم، أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر، قال رجل سوء. وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل. الله المستعان، كان سكرت المحكمة إلا من رحم الله، وكثير ما هم إن شاء الله، مو قليل. لكن يا أحبابي، الخلوة بالله معناها أنك مشتاق للقائه، وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به؟ كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به؟ كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه؟ المشتاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء. ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء؟ رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه، وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما الذي يدمع عينه وقد ضمن الجنة؟ ما الذي يدمع عينه وقد ضمن حتى لو أخطأ أن الله قد عفا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لماذا يبكي؟ إنها دموع الشوق للقاء الله، دموع الشكر لفضل الله ومنة الله. أنا وأنت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين، فلماذا لا نخلو بربي فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا؟ عل الله أن يرانا قد خلونا به، لأنه فيستحيي منا. الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا. الله أكبر. هو الخلاق، هو صاحب المنة، هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما، كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة؟ أي نعمة بعد ذلك؟ أعمالنا لا تنجينا من النار، ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما فوزنا إلا من رحمته وفضله، وإلا فوالله لا نستحق. لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير؟ ليالي تمر على العبد، اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة. والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة، ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره، في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي، الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة، عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج. صاحب قيام الليل صاحب صلاة الفجر،
صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقم الليل. ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل، ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى، لا، كل الناس حتى المنافقين يقومون، لأنهم إذا طلع الشمس قاموا، إذا طلع نور الفجر قاموا. أثقلها صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار. والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا سرج موقدة، وبعضهم في صوت. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين. قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكانا، وهم الأشعريين، ومنهم أبو موسى وغيره. كانوا يناموا في بيوت ضعيفة ومن العشاش ومن الأعواد، فقراء. كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج، كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن، بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي. الله أكبر.